السلام عليكم. اليوم الفيديو مختلف تماما على داكشي اللي مولفه كنديرو. اليوم غادي نوجد الصابون. يلا نبداو على بركه الله. كما شفتوا درت 2 كيسان ديال الماء يكون مكلاصي من الكونجيلاتور، زدت ليها معلقه ديال السكر ومعلقه ديال الملح، معلقه ديال السكر باش تعزز لينا الرغوه، ومعلقه ديال الملحه باش يتصلب لينا دغيا هذا الصابون. اما العنصر الاساسي اللي ما يمكنش يكون الصابون بلا بها هو الصودا، اللي معروف عند الدروغريات باسم ديال ديبوش. استعملت منه كاس، وغتلاحظوا من غيبقى يذوب غادي يبدا يسخن لينا هذا الخليط. داكشي علاش درت الماء من الثلج باش نسرع العمليه، لان خاصني نخليه يبرد عاد نخدم به من بعد. بالتالي انا درت الماء مثلج باش دغيا يبرد ليا وباش ما يسخنش بزاف. وضفت ليها 5 الكيسان ديال الزيت المستعمل. طبعا يمكن لك تستعملي زيت جديد او زيت الزيتون كاع. وكنبقى نخلط الخليط ديالي مزيان حتى كيعقد. الا كنتي غتستعملي المعلقه ديال الخشب ولا ديال البلاستيك ما تستعمليهاش للماكله. انا حيت هنا غنستعمل اينوكس، سميتو الخلاط ديال الاينوكس ما كيشدش فيه الصودا، وبالتالي واخا نستعملو في الماكله خصوصا الا غسلته مزيان، خصوصا اللي كان في لافيس. وانا اصلا استعملت هاد الطحانه الكهربائيه غير باش نسرع العمليه. ممكن تستعملوا معلقه ديال الخشب او معلقه ديال البلاستيك، وما تستعمليش ديال الالومنيوم نهائيا، غير هو كياخذ وقت طويل ديال التحراك ومجهود اكثر. واللي كيقولوا ما يمكنش لينا نستعملوا هذا الصابون حيت فيه ماده كيماويه، نقول لكم بعدا ما كاينش شي صابون ما فيهاش الصودا. وثاني حاجه هذا التفاعل الكيميائي كيخلي لا الزيت كتبقى زيت ولا الصودا كتبقى صودا، كيعطينا ناتج اخر ومختلف تماما اللي هو الصابون. انا في هذا الفيديو غنعطيكم غير لا باز، نتوما تقدروا تبدلوا كيف ما بغيتوا تبدلوا في الاشكال، بغيتوا تبدلوا في الريحه، بغيتوا تبدلوا في النوع ديال الزيت، ممكن ديروه على شكل مشروع. علاش لا؟ تقدروا تمشيو عند المطاعم او السناكات اللي كيستعملوا الزيت، تاخذوا منهم الزيت المستعمل، تخدموا به الصابون وتبيعوه في الاسواق. بقيت مشغوله بالهضره ونسيت ما قلتش لكم بان كنديروا في المولات ديال السيليكون. الا بغيتي هذا المول ما كنستعملوش، دونك استعملت فيه الصابون، ولا ديروهم في شي قالب كامل وكديروه حتى الغدا، تخلوه حتى الغدا يتجمد شويه، ومن بعد تقطعوه، ومن بعد تخليوه هاد القطع في شي بلاصه بارده باش يكمل التصلب ديالو. ومن الاحسن مره تقلبوها. واخر حاجه خصني نتكلم عليها هي الاحتياطات. اما تخدمي في الهواء الطلق او ديري الكمامه وديري الليغات او تخلطي بشي حاجه يدها طويله. ومن تكوني غادي تزيدي الصودا كتزيد ديري الماء عاد الصودا ماشي العكس. واخر حاجه ما تستعملي الصابون حتى يمر شهر من النهار اللي خدمتيه. وحصلت على النتيجه اللي شفتوها. دونك غادي ندير معكم التجربه واخا انه مازال ما كملش شهر باش درتها، حيت خاصك تخليها على الاقل شهر باش يتبخر البقايا ديال الصودا اللي فيها باش ما يضركش في يديك. وثاني حاجه باش يكمل التصلب ديالو. وشحال ما بقى بزاف شحال ما كيدير الرغوه اكثر، وغتلاحظوا اكثر الرغوه في التقاشر. ممكن كذلك واحد المره انا درتو سميتو بالماء ديال الحامض وكيعطي فعاليه اكثر في الصابون، خصوصا في الحوايج البيضين. انتما كتلاحظوا الرغوه اللي كتنزل منه. قلت لكم وشحال ما بقى الصابون شحال ما غادي يطلق الرغوه اكثر. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، خليتكم في امان الله وشكرا على المتابعه. وإلا بغيتوا فيديوهات اكثر على الصابون غير قولوها لي وانا نكون معكم.